ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ونبي مرسلنا محمد بن عبد الله خير خلق الله وأحب عباد الله إلى الله، كرمه ربه بالصلاة عليه، وكرم الملائكة بأمرهم بالصلاة على الحبيب محمد، وكرم المؤمنين من أمة الحبيب محمد فأمرهم بذات ما أمر به الملائكة تكريما وتعظيما لهم، فأمرهم بالصلاة على الحبيب محمد، فقال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلاة تزهر بها همومنا ونبرر بها قربنا وتقضي بها حوائجنا يا رب العالمين. وبعد أحبتي وأحبة رسول الله، ها نحن في يوم من أيام الله المباركة، يوم يجتمع فيه المسلمين لبحث أمورهم. وما أهم أن يكون موضوع بحث اليوم هو نصرة أخيك المسلم، نصرة أخيك المسلم حبيبي وحبيب رسول الله، لنحيا في هذه الدنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يقول رب العزة: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فولاية المؤمن للمؤمن وولاية المؤمنة للمؤمنة، وخرج ذلك عن المؤمنين. لا ولاية لغير المؤمن على المؤمن، ولا تراحم لغير المؤمن على المؤمن، فالمؤمن هو مرآة أهله حبيبي وحبيب رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشبها المؤمنين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي يشبه المؤمنين في توادهم، في عاطفتهم، في حبهم، في تآلفهم، في رحمتهم، في تعاطف بعضهم على بعض، في جود بعضهم على بعض، في مواخاة بعضهم لبعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما أقرب ذلك المثال لما بين أيدينا أحبتي وأحبة رسول الله. أنت قد تصاب بقليل من الأمراض أو البلاء، فينزل بك بردا أو ما شابهه من الأمراض، فتمرض في عضو من أعضاء جسدك، فإذا بك تلقي بشكواك لدى الطبيب بأنك تشعر بتكسر في العظام والألم في اللحم والثقل في الذهن وعدم استطاعة الرؤية بشكل واضح. فلما ذلك حبيبي وحبيب رسول الله الشكوى لديك في عضو واحد، قد يكون التنفس، قد يكون غيره، فلما ينسحب ذلك على باقي الأعضاء امتثالا لحديث رسول الله ولتشبيه رسول الله. إذا اشتكى منك عضو لابد أن يوازنه باقي أعضاء الجسد الواحد بالسهر والحمى، بالتعب والألم، بالشكوى والنجر. فما بالنا وقد شبهنا رسول الله واختص بنا المؤمنون، مثل المؤمنين، ما قالش مثل المسلمين، ما قالش مثل الناس، وإنما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أنت مع أخيك المؤمن كجسد واحد، أنت مع أخيك المؤمن لابد إذا اشتكى أن تئن لشكواه، بل أن تشعر بشكواه قبل أن يشتكي حبيبي وحبيب رسول الله. لما ذلك؟ لأننا تربينا في مدرسة رسول الله
وتعلمنا على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجنا عن هذا الإطار فاعلم أننا خالفنا سنة رسول الله، أننا خرجنا عن ناموس رب العزة وعن قانون رب العزة في الكون. والله سبحانه وتعالى جعل الناس أمما، منهم من يؤمن بالله ومنهم من يكفر، والمؤمنين جعلهم درجات، فمنهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم الولي ومنهم حبيبي وحبيب رسول الله. فاصطفى وانتقى رسول الله المؤمنين وجعل لهم هذا التشبيه الدقيق، تشبيه للفرد والألفة. فأنت كمؤمن في مجتمع مؤمن تشعر وتئن بألم أخيك المؤمن حبيبي وحبيب رسول الله. فإذا تكاتل ذلك في أمة مؤمنة ورثت عن رسول الله لا بد أن تشعر بالأمم المؤمنة حبيبي وحبيب رسول الله. ولكننا في آواننا هذا نجد أن ذلك لا يحدث حبيبي وحبيب رسول الله. فكثير من أعضاء هذه الأمة تئن وتتوجع، وباقي أعضاء الجسد لا يئن ولا يتوجع. فإذا كان ذلك وإذا رأيت ذلك فلا تقل أنه أخطأ رسول الله، ولكن قل أننا خرجنا عن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال المؤمن والمؤمن: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. انت لو جيت حبيبي وحبيب رسول الله تهدم حجارة متراصة بجوار بعضها، فلا بد حتى تخلق حجر ما أن يتأثر الحجر المجاور له والأعلى منه ومن هو دونه ومن هو يمينه ويساره، فإن ذلك من أمة الحبيب محمد. النبي يختص المؤمنين في تلك الصفات، فإذا لم تجد تلك الصفات فينا فاعلم أننا أحد أمرين لا أساس لهما: إما أننا أخطأنا فلم نتربى على سنة رسول الله، وإما أننا طلبنا سنة رسول الله فحق فينا قول الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال المؤمن حبيبي وحبيب رسول الله، دائما وأبدا يشعر بأخيه. وها نحن أحبتي وأحبة رسول الله نجد إخوانا لنا يعذبون ويضطهدون ويحدث فيهم ما يحدث، ولا أقول أننا نحزن لذلك، بل أننا نشاركهم الفرح حبيبي وحبيب رسول الله. فمن مات منهم مات شهيدا. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في قوله للمؤمنين: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون محبتي وحبة رسول الله. ها هو عضو من أعضاء الأمة الإسلامية لنا في بلد مسلم، بلد بغض رسول الله، ينكت ويبات ويستباح عرضه، إلا أننا نسعد لأمرين: الأول أنهما استيقظوا وانقذوا فينا النخوة حبيبي وحبيب رسول الله. فمن فينا ومن منا لن تستفز لما يرى حبيبي وحبيب رسول الله. من منا لم يسعد لثأر إخواننا في فلسطين لما يحدث لهم حبيبي وحبيب رسول الله. من منا لم يسعد لجهادهم ضد المغتصب الذي دنس مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسعد أحبتي وأحبة رسول الله. فإذا تحدث غيرنا عما يراقبونه من قبل نقول له: والله لقد فازوا وخسرنا حبيبي وحبيب رسول الله. فازوا بالشهادة التي تحدثنا عليها على هذا المنبر منذ جمعتين. تحدثنا عن الشهداء ومكانتهم وأصنافهم: شهداء الدنيا والآخرة وشهداء الآخرة وشهداء الدنيا حبيبي وحبيب رسول الله. فمن مات منهم إما مات شهيد دنيا وآخرة في ساحة القتال، وإما مات شهيد آخرة مهدوما أو محروقا أو
رسول الله. فهنيئا لهم بالشهادة، ونسأل الله أن ينولها لنا. وقد افترضنا حديث رسول الله: من طلب الشهادة من الله بحق آتاه الله الشهادة ولو مات على فراشه حبيبي وحبيب رسول الله. فهنيئا لهم حبيبي وحبيب رسول الله. ومع ذلك نذكر أنفسنا بما لهم من حق في رقابنا حبيبي وحبيب رسول الله. فحقوق المسلم عندها لنا رسول الله، ومنها وإذا استنصرك فانصره. حق النصرة، نصرة المسلم لأخيه المسلم، وولاية المسلم لأخيه المسلم، وشعور المسلم لأخيه المسلم. ولا أقول كما يردد البعض فلنحارب فلنفعل، ذلك شأن ولي الأمر يقرره، والأمر بينه وبين ربه وفق ما يراه. ولكن علينا نحن أحبتي وأحبة رسول الله إذا كان ذلك شأن ولي الأمر، طب إحنا كتابعين لولي الأمر حبيبي وحبيب رسول الله الواجب علينا نعمل إيه مع إخواننا دول حبيبي وحبيب رسول الله؟ وجب علينا أن ندعمهم، أن نكون موالين لهم، أن نرفع قضيتهم للكافة إلى أن يعلم القاصي والداني ما هو حق فلسطين حبيبي وحبيب رسول الله. بعض أبنائنا الآن من صغار السن يتحدثون عما يحدث في فلسطين، وليه حماس أو المقاومة بيعملوا كده في فلسطين، وليه طب ما يعيشوا مع بعض؟ وما كان ذلك حبيبي وحبيب رسول الله إلا أننا أهملنا حق الله وحق رسوله، فلم نخبر أبناءنا كيف أن أصل تلك البلد عربية، كيف أنها مغتصبة ومحتلة، كيف أن أهلها أهل دين لنا وأهل عرض لنا وأهل مروءة لنا وأهل يقظة لنا حبيبي وحبيب رسول الله. فوجب علينا الواجب الأول على أحد هذه الأمة أن ننقل خبر تلك البلد إلى أبنائنا وإلى زوجنا حبيبي وحبيب رسول الله. ثاني تلك الواجبات هي أن نكون لهم بالنصرة، فإن لم تكن قادرا مستطيعا بالتعويض أو الإنفاق فليس أقل حبيبي وحبيب رسول الله أن تلجأ لمخ العبادة وهي الدعاء حبيبي وحبيب رسول الله. فادعوا حبيبي وحبيب رسول الله، ارفع يده أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى بالتضرع والخشية رجاء أن يرفع الله عنه وأن يسدد رميتهم وأن ينصرهم رب العزة سبحانه وتعالى، وذلك ليس منة منه بل هو واجب عليك حبيبي وحبيب رسول الله. أحبتي وأحبة رسول الله، يقول رسول الله: لم يوم الجمعة إلا في ساعة الشفاء إلا الله وقولون بالشفاء. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. حبتي واحبة رسول الله، لا زلنا مع اخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل بلد من بلاد الله تنتهك، نقف معهم مناذرين مؤيدين لهم ولحقوقهم حبيبي وحبيب رسول الله. وكما قلنا الواجب الثاني هو الدعوة، إما ماديا أو بالدعاء حبيبي وحبيب رسول الله. ثالثا التبرع بالمعاونة، يعني التبرع بالمعاونة من 15 يوم وغزة تنتهي من 15 يوم، والنداءات في مصر وغيرها للتبرع بالدم لإنقاذ إخواننا. تيجي تقول لحد كده يقول لك أنا عارف الدم ده هيروح فين؟ يا أخي اعمل اللي عليك، اتبرع أنت بالدم والدم ده راح لهم، انت عملت اللي عليه، ما راحش ذنبهم وذنبك في رقبه اللي خد الدم وما اداهوش حبيبي وحبيب رسول الله. تبرع حبيبي وحبيب رسول الله، تبرع عشان تنقذ امثله لازمنا نفتخر بيها حبيبي وحبيب رسول الله. وانت حضرتك لما تلاقي طبيب في مستشفى ويدخل عليه ابيه واخيه شهداء حبيبي وحبيب رسول الله
انت متوقع انت لو مكانه هتعمل ايه حبيبي وحبيب رسول الله؟ فخر ليك، فخر ليك. انت متخيل حبيبي وحبيب رسول الله المنظر الذي شاهدناه جميعا وشعرنا تقريبه الابناء؟ طفل 6 سنوات، 6 سنوات منهم 2 رضاعة، يعني صافي عمره 4 سنوات، ويلقن أخيه الشهيد الذي يحتضر الشهادة ونقول له نسمعها كلنا، قولها بصوت عالي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف تربى ذلك الطفل اللي عمره الباقي خلاص 4 سنوات بس إدراك عشان يلقن أخوه الشهادة قبل الموت، وعشان اللي بيحتضروا مغامرات الموت ده يردد عليه الشهادة وهو متمسك بها حبيبي وحبيب رسول الله. تفتكر دول حبيبي وحبيب رسول الله تربية الفيس والتويتر والحاجات اللي احنا بنعملها حبيبي وحبيب رسول الله، ولا تربية مؤمنات تربوا في مدرسة رسول الله؟ تربية آباء الرجال ما رموا أبدا الخير ولا الذل حبيبي وحبيب رسول الله، وما انتظروا منا سوى الدعم ولو بدعاء حبيبي وحبيب رسول الله. فلا تكن عنه بخيلا، المعتز بالله تستغيث به امرأة في الروم فتقول: ويا معتصمان، فيحرك الجيوش إليها فيحررها ويحرر الأرض ويحرر المسلمين في بلاد الروم. عشان إيه حبيبي وحبيب رسول الله؟ استغاث بالمعتصم. طب إخواننا في غزة لا بيستغيثوا بينا ولا عايزين منا أكثر من الدعاء ليهم، ونحن لا نملك في الوقت الحالي إلا أن نستغيث بالله جدة له حبيبي وحبيب رسول الله. فهنأثر بقى حبيبي وحبيب رسول الله في الدور ده ولا لا؟ ولو هتأثر بذكر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مؤمنا في وقت وشدة تنتهك فيه محارمه وتنتهك فيه عرضه إلا خذله الله في وقت أشد ذروة منه. ده النبي بيحذرك، يقول لك لو شفت مؤمن بيستغيث بيك بمرغم نصرتك ولو بالدعاء بالحد الأدنى حبيبي وحبيب رسول الله ما تخذلوش، عشان لو خذلته انت ما بتخذلوش هو، ده انت بتقدم ليك خذلان في المستقبل. ربنا في موقف اشد منه هيقول لك الكلام ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم. طب يترتب ايه على الأخوة دي يا رسول الله؟ اسمه حبيبي وحبيب رسول الله. المسلم اخو المسلم لا يظلمه، ما تظلمش اخوك المسلم، ولا يظلمه، ما تسلموش، ولا يخذله. ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. ومن فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انت عايز ايه تاني حبيبي وحبيب رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك منا لك ويعطيك امان لك. اصبر تستر، استجب لإغاثة اخيك يغيثك رب العزة في مبدأ اشد حبيبي وحبيب رسول الله. اصبر تستر حبيبي وحبيب رسول الله. اجبر خاطر اخيك يجبر الله خاطرك. انجب اخيك ينجبك الله سبحانه وتعالى. انت عايز ايه تاني حبيبي وحبيب رسول الله؟ حقوق وواجبات حقا عليك كمسلم تجاه اخيك المسلم، تجاه المؤمن، ترتقي بك من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، ترفعك درجة حبيبي وحبيب رسول الله، تجعلك عند الله وليا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنت مكتوب عند ربنا أنت ولي لكل مؤمن ومؤمنة حبيبي وحبيب رسول الله. وده بإيه؟ إنك بتغيث أخيك المسلم، بتنصر أخاك المسلم. يقول رسول الله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
قالوا يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ بنص الحديث هيقول ظالما، انصره زي ما هو ظالم يا رسول الله، وهذا ما عهدنا ولا عرفنا بديننا حبيبي وحبيب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان تركته عن مظلمته، رد عن الظلم اللي بيعمله، تمسك على يده حبيبي وحبيب رسول الله، اذا كان ذلك فيما بين المسلمين بعضهم وبعض، فما بالك حبيبي وحبيب رسول الله اذا تعرض اخاك لاعتداء من غير مسلم، للاسف من غير مسلم. اين انت حبيبي وحبيب رسول الله؟ اين انت من هذا؟ اين وقوفك مع الله ومع رسول الله؟ اين تنفيذك لوصيه رسول الله؟ اين انفاذك بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول شاركت مع قريش قبل الاسلام في تحالف حزب الفضول حبيبي وحبيب رسول الله، تحالف عمل الكفار في الجاهليه لئلا يظلم بينهم في مكه مظلوم الارض، فاذا ظلم أتوا له بحق. يقول النبي أنه شارك في هذا الحزب، ويقول رسول الله ولو دعيت إليه بعد الإسلام لدخلت فيه. الكفار والمنافقين وأهل الجاهلية يعملوا حزب وتحالف إنه ما يظلمش عندهم حد. طب المسلمين مش أولى كده حبيبي وحبيب رسول الله؟ طب اصل انا مش قادر، اصل القرار ده مش قراري، قرار ولي الامر وتركناه وبينه وبين الله يعلم الله. لكن اللي تقدر عليه انت الموضوع مش واقف على ولي الامر، واقف عليك انت كمان. ادعي، ادعم بالمال، ادعم بالدماء، ادعم بدعوه صادقه من قلب صادق. لو استطاع الجهاد لجاهد. حبيبي وحبيب رسول الله اخوانكم ينتظرون شعورهم بوقوفكم معه حبيبي وحبيب رسول الله، وذلك ليس منا وانما فضل يرد اليك قبل ان يصل اليه حبيبي وحبيب رسول الله. احبتي واحبه رسول الله، لا املك في مثل هذا الموقف الا ان ادعو الله، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عن اخواننا ما هم فيه، اللهم فرج عن اخواننا ما هم فيه، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم لم شرهم، اللهم لم شرهم وقوي ضربتهم، اللهم اخزي عدوهم، اللهم اخزي عدوهم، اللهم انتقم من النصارى من اليهود ومن عاونهم، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم، اللهم انتقم من الصهاينة ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم لا تسدد لهم رمية، اللهم اعف اخواننا، اللهم عاف اخواننا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واهلك عدوهم وعدونا يا رب العالمين. اللهم رد الينا القدس ردا جميلا، اللهم رد الينا القدس ردا جميلا، اللهم ارزقنا صلاة في مصر نبيك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا صلاة في مصر نبيك قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة في مصر نبيك قبل الممات، اللهم طهر مصر نبيك من اليهود يا رب العالمين، اللهم رده الى الاسلام ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وقوي شوكتهم واسع امتهم، اللهم اسع امتهم يا رب العالمين وفرج كربهم واشف مرضاهم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارزق بنا يومهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم ارحمنا وارحمهم واصبر علينا وعليهم يا رب العالمين. امين امين امين. وقوموا الى صلاتكم الحمد لله.